اوكي، انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما بنزلش، وفي الحقيقه الفيديو ده خلصان بقاله كتير جدا. بس الواحد ما كانش يعني بجد ليه نفسه ولا يقدر ان هو يعمل حاجه في ظل اللي بيحصل لاخواتنا واهالينا في فلسطين. فيعني حسب الله ونعم الوكيل. من اسخف الحاجات اللي في الدنيا ان الواحد ما يبقاش قادر ان هو يعمل حاجه في ظل الوضع ده، بس نحاول نعمل اللي علينا في ان احنا نستمر عن الكلام في القضيه وان احنا نقاطع، واهم من دول ان احنا ندعي لهم كتير. فيعني انا اسفه فعلا على التاخير، وهحاول ارجع استمر في التنزيل زي عادتي. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. بصوا، في فيديوهات كده انا بعملها بتبقى فيها معلومات، بس المعلومات دي ممكن تبقى موجوده بكثره، وفي فيديوهات تانية انا باجي في الاول واعمل لكم تنويه ان الفيديو ده مهم. فالفيديو ده مهم. اهميته بتقع ان في ناس كتير ما تعرفش المعلومات اللي انا ممكن اقولها في الفيديو ده، مع ان هي مهمه، تعمل تاثير كبير على اللوح بتاعتنا، بس بقى للي يستخدمها وللي يستنصح في الحوار اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الايدجز، الحواف في الرسم. ماشي، يعني سواء احنا بنشتغل بالرصاص او بنشتغل بخامه تصويريه زي الزيت، اكريليك، اي حاجه، لان الكونسبت واحد احنا بنطبقه هنا او هنا، بس المهم ان احنا نفهمه كويس. يعني ايه ايدج او حواف او حدود؟ الحافة ببساطة هي عبارة عن مكان انتقالي. ايه اللي بينتقل؟ ده كذا حاجة، ممكن يحصل ترانزيشن في التونات، يعني احنا بننتقل من تون غامق وبعد كده رايحين لتون افتح منه، او ممكن بننتقل من عنصر لعنصر. يعني مثلا انا كسارة شخص اهو عندي حواف، يعني عنصر بتاع راسي موجود بس ليه حدود، ليه ناحيه. اول لما نيجي عند نهايه حدود راسي يبتدي ينكشف بعدها ايه اللي موجود ورايا اللي هي الحيطه. فالجزء ده حد ما بين انتهاء العنصر، يعني انتهائي انا. مش المفروض اجيب مثل عليا، احنا هنجيب امثله كمان دقيقتين والله احسن من كده بكتير، بس بحاول اشرح لكم على السريع. حدود راسي ده انتهاء ما بين حدود راسي والجدار اللي ورايا. عايزه افهمكم الدنيا ماشيه ازاي. احنا هنتكلم عن ايه الايدجز وايه اللي بتكونها وايه انواعها وازاي نلقطها في اللوح. يعني هجيب لكم لوح كتير عشان نتدرب ان احنا نعرف نشوفها، والمرحله اللي بعديها هنبتدي نرسم، نعمل مقارنه كده ما بين انواع الحدود عشان نشتغل بشكل عملي ونفهم اكتر لو حد ما فهمش في النظر. وبس كده، فيلا بينا بقى نبتدي نتعمق في الشرح. اوكي، اول حاجه احنا نتساءلها هو ايه اللي بيخلق الحدود دي؟ تمام، عندنا 3 حاجات. خلينا نبدا بالاوبجكت او العنصر، وده اللي انا كنت عماله بهري فيه من شويه عن انا وراسي والحيطه وهكذا. احنا عندنا العنصر اهو، العنصر ده بدايه ونهايه وجوده بتتلخص في الحدود او الخطوط اللي بتمثل لي الحواف بتاعه البراد. من غير الحدود او الايدجز دي العنصر نفسه هيبقى سايح مع الخلفيه، مش هيتواجد، مش هيبقى بارز. فلو احنا مثلا واخدين الجزء ده فهنلاقي ان الخط ده هو المرحله الانتقاليه بتاعتنا اللي بيمثل لنا الاختلاف ما بين الايد بتاعه الابريق والجدار اللي وراه. الغطا بتاع الابريق بيمثل عنصر اخر، يعني هنلاقي هنا شايفين الحد بتاعه نهايته. فده اول حاجه تانية اللي بتكون لي الايدجز هو البلينز او الاسطح، اختلاف السطح نفسه. يعني مثلا في العناصر في اختلاف في العنصر، يعني عنصر الابريق مختلف عن عنصر الحيطه، مختلف عن عنصر الترابيزه. هنا احنا بنتكلم في عنصر واحد، المكعب، بس اللي اختلف هنا ايه؟ هو السطح. المكعب عباره عن سطح من فوق ومن جنب، عنده 4 جناب، بس هنا واضح جدا ان في حافه بتمثل لي خط. احنا كنا شغالين بتون ونقلنا على تون تاني خالص، مع ان احنا في نفس العنصر، بس عشان السطح اختلف راح عمل لي حدود. تمام، في الاول احنا اختلف العنصر، في التاني اختلف السطح. بصوا هنا معايا على الطبق ده، الدايره الوحشه دي. الطبق ده نفس العنصر نفس السطح، مفيش اي حاجه اختلفت، بس بصوا الحافه اللي حصلت هنا. مش في خط هنا بيقسم لي المساحه بتاعت الظل من المساحه بتاعت النور؟ الخط ده برضو ايدج. اختلف هنا هو اللون وفقط، الظل اترمى فعمل تون غامق عن الاماكن اللي الظل فيها مش موجود. كده احنا عرفنا ايه اللي بيخلق الحواف. تعالوا بقى نروح في حته تانية ودي الاهم، ايه هي انواع الايدجز او الحدود. احنا عندنا 4 انواع للايدجز: هارد وفيرم وسوفت ولوست. هارد وفيرم ولوست سوفت ولوست. ماشي، بصوا هحاول ابلند على الفوتوشوب وانا ما بعرفش ابلند، اعذروا بقى مواهبي الضئيله اللي عليه. اول حاجه عندنا الهارد. الهارد بيمثل الحافة دي اللي بتقسم الأبيض والأسود بتاع الخلفية. بصوا هي ازاي شارب وحادة وما فيهاش هزار، هما بلوكين من التون بس الفاصل اللي ما بينهم خط مستقيم واضح، واكتر حاجة بتدي تحديدة للعنصر اللي احنا بنرسمه.
اللي بعديه هو الفيرم. بصوا الترانزيشن اللي هيحصل هنا، فين الحته اللي حصل فيها دمج صغيره دي، يعني الفرق ما بين الخط الشارب ده وما بين الخط ده اللي هو لسه واضح انعم شويه، وده بنسميه فيرم. تمام، تعالوا نروح بقى على السوفت دلوقتي. تعالوا نشوف ايه ده يا ساتر ماشي سوري بس دلوقتي هنا البلندنج بقى اقوى شويه كمان، بقى ناعم اكتر. الترانزيشن هنا اهدى كتير من هنا واهدى كتير من الجزء بتاع الهارد. لو رحنا بقى لاخر جزء، حصل ايه هنا بقى لما انا قعدت بلند حصل ان انا مبقتش شايفه اصلا خط، وده هو اللوست ايدج او الحد الضائع اللي احنا مش لاقيينه وعمالين ندور عليه. تمام، فخدوا كده نفس ولاحظوا الفرق ما بين الحد اللوست والحد السوفت والفيرم والهارد. تعالوا بقى نروح نشوف امثله على الحدود دي في اللوحات عشان نفهم الموضوع اكتر، لان هو كده بقى عايم قوي. وهخلي السكيل ده عندنا في الجنب. اول حاجه هنشرح عليها هو لوحات كلود مونيه في المرحله بتاعه الانطباعيه. تعالوا كده نشوف اللوحه اللي فوق دي، هتلاقوا ان كل حاجه في الخلفيه مندمجه مع بعض. الانتقالات بتاعه التونات بتاعتها بسيطه، فهي سوفت. هنا عايزه اعبر عن حاجه في اللوحه، وهو احساس السان رايز. لسه الشمس بتطلع على المكان، لسه الدنيا مش منوره قوي، الدنيا لسه ضبابيه. هتلاقوا ان العناصر اللي على طول عينينا بتروح لها هي العناصر اللي معموله بالهارد ايدجز او الحدود الحاده، زي الشمس الموجوده هنا وزي المركب. عامل سيلويت للمراكب. الظل بتاع الشمس البرتقالي ده مش بس هو مخلي بضربات الفرشه بتاعته حدود، بس كمان في اختلاف لوني. فينا ما قلت لكم ان ايه اللي بيخلق الحدود؟ في حاجات لونيه. بصوا الاختلاف اللوني ما بين البرتقالي اللي موجود هنا والاحساس بتاع الميه اللي فيه بقى اخضرات ازرقات. برضو هتلاقوا في المركب الحدود بتاعتها كلها باينه وصريحه ما بين الفيرم والهارد في الحواف. تمام، بصوا بقى على اللوحه اللي بعدها. شايفين يعني احنا سايحين في ميه السوفت ايدجز واللوست ايدجز، وحتى الاماكن اللي فيها تركيز شويه او فيها حواف برضه مش معموله بالهارد او الفيرم، هو معمول بالسوفت. يعني في انا بحدد حاجه بالسوفت ايدجز، انا بخلي الدنيا ليها مود مختلف تماما. تعالوا بقى اوديكم على لوحه مختلفه تماما بقى بيتعامل بيها الفنان بالهارد ايدجز وبقوه. يعني اللوحه دي فريسكو لرافايلو. مش انا كاتبه كل الاسامي موجوده هنا اهو عشان لو عايزين تعرفوا احنا بنتكلم عن لوحه ايه. بصوا هنا كل الفيجرز او كل الشخصيات اللي هو رسمها في اللوحه هتلاقوا عليها تركيز كامل على الحدود. يعني الخط هنا باين، كل خط موجود باين، حتى الخطوط الموجوده في الملامح، في اللبس، صوابع الرجلين. يعني بصوا كلها محدده وباينه جدا لينا. حتى بصوا الخلفيه اللي هي اصلا عاده بتبقى اوت اوف فوكس. يعني احنا ليه ساعات بنحط هارد ايدجز في اللوحه؟ احنا لما عايزين نبين عنصر معين وعايزه اخليه هو مصدر الاهتمام بخليه هارد ايدجز. اي حاجه عايزه اخليها مش باينه قوي بخليها مايله للسوفت ايدجز او بخليها مايله لللوست ايدجز، عشان عينينا دايما بتروح ناحيه الحاجات المحدده اكتر. فلما هو يعمل كل حاجه في اللوحه محدده، حتى الجدران محدده، حتى بصوا التفاصيل اللي تحت، بصوا الزخرفه محدده وكل حاجه مفصله. يعني انا رايحه جايه في كل اللوحه، بس هنا اللي مريحنا ايه؟ ليه؟ يعني انا رايحه للمركز بتاع اللوحه، مش عشان اختياره للحواف، عشان اختياره للمنظور. المنظور في اللوحه دي من نقطه هروب واحده رايح لجوه كده، اختياره للبني ادمين، اختياره لحته الفراغ هنا، ومساحه كمان الفراغ الموجوده عند راسهم هنا مخليهم هم مصدر الاهتمام، وهي الحاجه اللي عينينا بتركز عليها. سواء احنا عاملين لوح سوفت ايدجز او لوح هارد ايدجز، ده اختيار انتوا هتختاروه، بس لازم تبقوا فاهمين. تعالوا نروح للوحه اللي بعدها. بصوا بقى اللوحه دي ممكسه ميكس. تمام، وهتشوفوا فيها اللي انا كنت لسه بقوله من دقيقه، الفكره ان المين فوكس بيبقى بالهارد او فيرم ايدجز. المساحه دي شايفين النقله ما بين التون بتاع البحر والتون بتاع السماء، خالق هنا لوست ايدج ازاي؟ هنا انا مش شايفه حواف خالص، مش شايفاها، مفيش خط فاصل. يعني كان المفروض يبقى في خط فاصل كده بيفصل ما بين السماء والبحر، مش موجود. الترانزيشن اللي موجود ما بين الحواف بتاعه البحر والارض، الترانزيشن هنا سوفت. هنا الحد ما بين السماء والجبل لا، في بقى ايه شويه تحديد اكتر، فممكن يبقى فيرم اكتر، بس لسه الالوان توناتها خفيفه عشان مش عايز يبقى الفوكس رايح عليها. يعني انتوا لو بصيتوا كده على اللوحه
من غير اي حاجه، عينكم هتروح لفين؟ هتروح للسيدتين الكويسين دول اللي ماشيين. هو مخلي الحدود بتاعه الفيجرز دي بالهارد ايدجز. يعني شايفين الخط ده خط كده انا قادره احدده، هنا خط انا قادره احدده، خط انا قادره احدده، ونفس الكلام في الحته دي وفي شعرها. دلوقتي مثلا شوفوا في المكان ده الدنيا بقت اهدى شويه، الحواف بقت سوفت اكتر، وهتلاقوا هنا في المكان ده برضو، بس اوفر اول هتلاقوا هنا ادق اكتر والحواف قويه اكتر. دلوقتي انا بقى هشتغل على 3 لوح. اول واحده هستخدم فيها الهارد والفيرم ايدجز وفقط، وتاني لوحه هستخدم فيها السوفت مع اللوست، وتالت لوحه هعمل ميكس ما بينهم، يعني هشتغل بيهم كلهم. اول لوحه كل الحواف عندي فيها حاده، واي منطقه المفروض فيها ان انا اعمل دمج ما بعملهاش. ده بيخلي الكونتراست عالي، تحسوها مايله لفكره النوتان، يعني اللي هو الظل والنور ما فيش اي مرحله انتقاليه ما بينهم. وطبعا انا مخليه ان كل عناصر عليها تركيز وانا شغاله بالاسلوب ده، فانا عامله فوكس على الفرشه والقصريه الزرع والتمثال وحتى الظل وحتى البريزه الموجوده في الخلفيه دلوقتي انا بعملها، فمخليه اللوحه كلها مديه كونتراست عالي، فمفيش اي حاجه بلندد. اللوحة اللي بعدها بقى كنت بفكر دايما في لوحة كلود مونيه اللي انا كنت بفرجه عليها، لان هي نفس التكنيك ده، يعني كل حاجة سوفت ولوست، كل حاجة ناعمة خالص ومفيش اي حاجة تركيزها عالي، او حتى التونات انا مش قادرة اغمقها، عشان لو غمقت كده هيوديني لحتة تانية غير السوفت، عشان هقعد ابلند اكتر، عشان مش عايزة اي حاجة حادة ومكنتش هعرف اعمل كده. تالت لوحة بقى أنا مركزة على إن أنا أعمل الحواف كلها وأستخدمهم في المواقع بتاعتهم الصح من وجهة نظري، يعني ممكن حد يستخدمهم بطريقة مختلفة، بس في أماكن أنا عاملة فيها بليندنج، وفي أماكن أنا مخليها لوست، يعني أي حاجة أنا حاسة إن هي مش محتاجة أرغي فيها كتير أو هتتفهم على طول أو دماغنا هتترجمها، بخليها لوست ايدج أو من الحواف الضايعة اللي أنا كنت بشرحها، والحاجات اللي أنا عايزة أركز عليها زي ما قلت بخليها هارد ايدجز. خلاص كده احنا والله هانت جدا، خلاص الفيديو هيخلص قريب جدا. معلش اكيد الفيديو ده طويل قوي، انا هعمل مراجعه سريعه بس على الاختلاف اللي انا عملته في اللوح، ماشي؟ نلم بيها الدنيا بقى كلها، والحاجات اللي احنا عمالين نبعزقها في كل حته خلال الفيديو ده نيجي بقى نعملهم مظبوط دلوقتي. ماشي، دلوقتي اللوحه الاولى سريعا كده هارد سلاش فيرم، ماشي؟ هل انا عشان اعمل اللوحه كلها هارد ايدجز حاجه سيئه؟ لا بالعكس، اختي مثلا اللوحه دي اكتر لوحه عجبتهم في الثلاثه، عادي. الكونتراست هنا عالي قوي، وخلي بالكم مثلا حاجه زي دي لفت النظر، يعني عينيا رايحه لها، مع ان انا لو عملتها اوت اوف فوكس، يعني خليتها زي ما حطيتها في الاخر، خليتها اوت موجوده بس اوت اوف فوكس، يعني سوفت او لوست ايدج، بقت احسن عشان عينيا مش رايحه لها. هنا هيبان لكم اكتر مين العنصر اللي انا مهتميه بيه، لان انا خلاص حاطه الحواف بتاعتي هارد اكتر، مركزه حتى هنا ان انا اخليها ضبابيه شويه او فيرم ايدج مش هارد ايدج في الجزء ده، عشان ده برضو المهم عندي، المهم عندي التمثال، خليها الحته دي كلها لوست في بعض. الجزء ده اعمل لوست هنا، سايح هنا، مفيش تحديده، اللي هي الجزء ده لوست عشان انا مش محتاجه احدده. وعلى فكره الاخطاء الموجوده في اللوحه دي انا مش هسميها اخطاء لان هي مش اخطاء، او يعني الشغل اللي موجود في اللوحه دي انا بشوف ناس كتير قوي بتشتغلوا وما بيبقوش عارفين اللوحه مش طالعه بشكل طبيعي كفايه ليه، وهو عشان السبب اللي احنا عمالين نتكلم فيه، بيحددوا كل حاجه، كل حاجه عندهم صريحه، كل حاجه واضحه، مفيش اي مجال لعقلنا او خيالنا ان هو يكمل اللوحه، يكمل العنصر. ببص على اللوحه بحس ان هي ده انت مرسومه قوي يا اخي، يعني فاهميني؟ لو انتوا لعبتوا بالايدجز شويه، بالذات اللوست فيها، عشان اللوست اهم نوع. خلي بالكم ان احنا نظرتنا للاشياء عامله ازاي في الواقع، يعني انا لما ببص كده عينيا اوتوماتيك بتعمل فوكس على حاجه، وكل حاجه انا شايفاها بره الفوكس ده موجوده بس مش محدده، مش الديتيلز بتاعتها واضحه، موجوده وخلاص. يعني عشان كده احنا بنعمل كده في اللوحه برضو، احنا اللوحه بتاعتنا كل ما هي بتقرب لرؤيتنا احنا للاشياء في الواقع، كل هي ما تحسوها مريحه اكتر للعين، لان دي هي الطريقه اللي احنا بنشوف بيها ومستريحين فيها، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا بهذا الشكل. دي حكمه كبيره، يعني لان لو انت دماغك وعينك شغاله بان هي تستقبل كل المعلومات دي اللي انت شايفها مره واحده من غير ما تركز على حاجه وتفكس لحاجه، انت هتتجنن، فاهمني؟ واخيرا بقى سوفت واللوست، انا برضو شايفه ان هي لطيفه، انا حاسه ان انا لو اشتغلت عليها شويه على مساحه كبيره، لان المساحه كانت ضيقه قوي انا ما كنتش عارفه اتعامل، بس لو عملت مساحه اكبر ليها وحطيت شويه تونات اغمق سيكه، وحطيت
اماكن احددها هيطلع لي لوحه شايفاها هتبقى حلوه. يعني التكنيك ده بالعكس انا استصرفته، يعني حسيت اللي هو انا ما عملتش حاجه زي كده قبل كده. وطبعا اللي انا بتكلم فيه لا ينطبق فقط على الرصاص وعلى الفحم زي ما قلت لكم، ده ينطبق احنا عاملين كل اللي احنا اخدناه في الريفرنس بتوع اللوح الفنانين كلهم لوحات تصويريه معظمها بالزيت. فبس كده يا لهوي، حاسه انا اتكلمت كتير قوي في الفيديو ده، تعبت قوي والله العظيم. ده انا يعني شغاله من صلاه الظهر لغايه من صلاه العصر قدامي دلوقتي. فخلاص كده احنا خلصنا الفيديو، اتمنى ان يكون استفدتوا بيه او استمتعتوا بيه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي واللي هيكون السكتش المدروس. احنا عاملين كل ده في السلسله بتاعت اساسيات الرسم، يبقى ده اخر فيديو للطبيعه الصامته، وبعد كده هندخل ان شاء الله على البورتريه من بعده. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتعملوا لي فولو على انستجرام، ويلا نقوم نصلي بقى، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.